ولا سحر ولا شعوذة. بصوا عملنا كفتة برغيف العيش. ايه ده يا جدعان؟ ده ايه اللي بيحصل ده؟ حاجة جميلة وتحفة وسهلة وبسيطة واقتصادية موفرة كمان. بصوا المنظر، لا وشكلها واو، وريحتها كانت قلبة الشقة، ومن غير شواية ومن غير فحم ومن غير لحمة كتير كمان. تعالوا بينا نشوف الطريقة والجمال ده والشكل الحلو ده طلع ازاي. وايه بقى ده؟ بعيشها بحالها كمان، يعني مش محتاجة عيش جنبها، يا دوبك سلطات وخلاص على كده. انا جبت نص كيلو لحمة مفرومة وحطيت عليه بصل وحطيت عليه ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ او لحمه وبابريكا وبشره جوز الطيب لو امكن، ودعكتهم كويس جدا. دعكت البصلايه فيهم. لو عايزه تكتري نسبه البصل وتقللي اللحمه عن كده براحتك خالص، بس انا حبيت ايه اعمل نص كامل يعني. وجبت عيش تورتيلا وقعدت اقطعه من الجنبين كده زي ما انتم شايفين، ممكن رقاق طري، ممكن عيش سوري، اي حاجه. وفردت عليه كده طبقات رقيقه جدا من اللحمه، رقيقه خالص، مش هياخد منك لحمه كتير. بالمنظر ده شايفين الجمال؟ اكنه حواوشي بالظبط. ورصيتهم بقى كلهم فوق بعض كده. هم عملوا معايا حوالي 5 أو 6 مش متذكرة. قعدت أظبط كده من الجناب والتكة من فوق، وأقطع بقى كده من الجنب واقلب بقى. بصوا المنظر شكله جميل ازاي، شاطر ومشطور ومبينهما لحمة. كل ده في الآخر هيتعمل لنا سيخ كفتة محترم. قطعتهم على 4 وقلبتهم على الجنب التاني اهو. وبقيت أظبط كده واساوي، وهلفهم بقى تاني كده وهقطعهم عشان هبتدي احطهم في الاسياخ اهي. طبعا عايزه سكينه حاميه معاكي. كل ما بقطع بقى باجي ايه، بقعد اسوي المجموعه دي على بعض، ال4 دول على بعض كده، او المجموعه دي. هجيب بقى الاسياخ الشيش طاووق، او لو عايزه تعمليها على الفحم الشوايه بتاعه الفحم عادي جدا بالاسياخ الحديديه. بس انا قلت بقى احنا ستات بيوت وايه، بعمل متوفر معانا ومش هعمل على شوايه كمان. ممكن تعملها في الفرن، ترصي صينيه وتحطيها في الفرن، تشغليها على درجه حراره 200 على الرف اللي في النص 10 دقائق، وتقلبي وتسيبها 5 دقائق كمان. لكن انا عملتها على البوتاجاز، ما رضيتش اشغل الفرن صراحه. حته سمنه كده في الصينيه سخنت قوي، وبعدين اديت لها كده صدمه يمين وصدمه شمال، وبعدين هديت النار ووطيت عشان تستوي. جيت كده بعد 3 4 دقايق قلبتها على الجنب التاني، وبعدين نيمتها على جنبه زي ابو جلامبو لغايه لما استوت معايا وبقت زي الفل. ما خدتش وقت، اللحمه مستويه، المنظر جميل. شويه سلطه خضراء جنبها بقى او سلطه طحينه، ومش محتاجه عيش يا معلم. بعيشها كده وريحه الكفته وشكلها تحفه، تشرفك في العزومات وتنفع جدا في وقت الزناقات معاكي. وفكره حلوه قوي وسهله قوي. ايه رايكم في الفكره دي؟ حلوه ولا ملتوته؟ اكتبوا لي بقى في الكومنتات وشيروها لو عجبتكم عشان تبقى في ميزان حسناتي وحسناتكم. وما تحرمنيش من كومنت حلو زي قلبكم، عشان بحبكم قوي قوي يا اغلى اخوات لي. وما تنسوش طبعا تدعوا لاخوانكم ربنا ينصرهم ويحفظهم ويزيل الغم عن والسلام ختام.